الحضور واجب علينا. انا بغبغ حتى انايا الاصل ديالي يعني حضور عادي، وكنحس براسي بنت هذا المهرجان. علاش؟ لان هذه سنين وسنين وانا كنشارك به بافلام الحضور ديالي. والمهرجان الاخراني اللي كان قبل ما يكون كوفيد كانوا كرموني بواحد التكريم اللي عمرني ما ننساه وافتخار ليا. اذا بالنسبه ليا حاجه طبيعيه نكون هنايا في هذا المهرجان. هذاك عادي يعني ماشي غاديش نقطع شعري ولا نصوبه باش نعطي واحد اللوك، ولكن مع الوقت الواحد كيبغي يبدل وكيبغي. عزيز عليا الاناقه وعزيز عليا لو بيانات واليوغا والحاجه اللي زوينه. انا كفنانه يعني الواحد حاجه طبيعيه، واي واحد مزيان نيس باش يبدل لو لوك دو طون زون طون. هناك كتاب بطبيعة الحال كتبته حول المسرح اسمه المسرح بين الأنا والآخر. كان توقيع في معرض الكتاب خلال معرض الكتاب والنشر بمدينة الرباط. هذا الكتاب يهتم بالمسرح، يهتم بعلاقتي بالمسرح وبمجموع من التجارب المسرحية، سواء التي تتعلق بي كطالب أو أستاذ أو أيضا كمخرج أو ممثل، وعلاقتي أيضا بمجموع المدارس الأخرى المختلفة المتعددة حول العالم منذ البدايات إلى ما بعد الحداثة. تطور هذه العملية الفنية الإبداعية المسرحية في تطورها وتقدمها وتواصلها مع الآخر في تشكيل مختلف في مدارس مختلفة، سواء كانت فعلا أو تنظيرا أو حتى على مستوى الاستقبال والاستقطاب. بمعنى أن هذا الكتاب حاولت أن ألخص فيه الكثير من المفاهيم التي تخصني وتهتم بي وأهتم بها بشكل خاص. أعتقد بأن هذا الكتاب هو موجه للجميع، موجه للطلبة، موجه أيضا للجمهور، على أساس أن يكون كتابا ذا نفع، ذا يفيد بشكل أو بآخر، يفيد القارئ المسرحي وأيضا المطلع على المسرح، وأيضا من يحب أن يشاهد المسرح حتى يفهم بعدا من المفاهيم المسرحية. أنا عزيز علي مدينة أكادير، أحب مدينة أكادير، وعزيز علي الناس ديال مدينة أكادير وسوس العالمة، وعزيز علي أنني أتواجد فيها دائما الحضور، سواء في مهرجان المسرح أو مهرجان السينما أو حتى في بعض اللقاءات والندوات مع الطلبة ومع. بمعنى آخر أن هذه المدينة معطاءة، مدينة الخير، مدينة صادقة، مدينة قوية، مدينة الحمد لله نحن نشاهد مدى التطور الذي وصلت إليه. بمعنى أن هذه المدينة تستقطبك أكثر مما نحن نستقطبها. أنا أكادير كتعجبني وكنجي لها دايما، كنت كنجي لها فاش كنت صغيرة، وكنت كنتمنى نجي قبل منين بدا الفيستيفال، مي على ود الخدمه وداكشي ما كانش يمكن لي نجي. شفنا الناس ديال اكادير تيعز عليهم اليوم التكريم هنايا. صافي بليزير لا قلتي لي عزيزه عليهم. انا كيعجبوني ناس اكادير والناس السوس كاملين لانهم ناس معقولين. ديري انت اون جينيرال انك كتباني قاصحه، ولكن شنو ما كيعرفكش انت ظريفه، خصوصا انا من المتابعين ديالك كنشوف الستوريات ديالك انك ادوار الا قالوا لي نكون قاصحه راه خصني نكون قاصحه. لا، هو الادوار اللي كتشدي كاملين قاصحه انت لا يلا. ودابا الناس في القمر المسلسل اللي درت كنت قاصحه. لا شويه. لا هي كنت كناكل غير العصا وداخله سوق راسي وكانت 30 حلقه ونعطيها اللبكه ومحقوره والو باقي كتبان لك قاصحه. أنا سعيدة بوجودي اليوم هنا وبوجودي من نهار بدا المهرجان. يعني المهرجان ديال السينما والهجرة هو عرس ثقافي ديما كنتسناوه، واخا ديما كنتسناوه لأن كان كيكون فرصة كنشوفوا فيها أعمال كثيرة جديدة، كنتفرجوا في أفلام سينمائية، كنتلاقاو مع صحابنا الفنانين وكنتلاقاو مع المخرجين، يعني الناس كلهم اللي كيشتغلوا في الشأن الفني الثقافي. هي فرصه اننا كنخرجوا من داك الجو ديال الدار، وهذا كنشوفوا الناس ديال اكادير. وانا سعيده ان من بعد ما كانت هذيك الجائحه ديال كورونا وانقطع هذا المهرجان لمده سنتين كنظن، هذا العام الحمد لله تمكنا اننا نخرجوا للفضاء ونتلاقاو مع الناس. وهو كانت هذه الفعاليات، كانت هذه الانشطه كثيره، كانت ورشات، كانت خرجات، كانت لقاءات مع الناس، وهذا جميل جدا. كنشكر جميع الناس اللي شاركوا واللي كانوا منظمين ديال هذا المهرجان، وصراحه مهرجان كبير وزوين، وتنتمنى ليه التوفيق وتنشكركم انتم على الوجود ديالكم.